مع المدرسين نفسهم. وفي مدارس حكومة لا مستواها حلو، يعني ان شاء الله يا رب لو هدفع فيها فلوس، لو ان شاء الله يعني فاهمين قصدي. لكن اودي مدرسه حكومه، يعني انا لو رجع بيا الوقت مش هودي ولا عيل مدرسه خاصه، ما دام في الاخر هيروحوا مدرسه حكومه. يعني انا في الاخر ابني في ستة، بعد ما خلص ستة ابتدائي ده وديته اعدادي حكومه. بنتي هي قاعده ماسكه في المدرسه الخاصه وهتكمل في الاعدادي فيها، وبرده في الاخر لما تيجي تدخل ثانوي هدخلها حكومه. طب انا بقى يعني كان عليا بايه؟ فلو رجع بيا الزمن ورجع بيا الوقت لا، انا هدخل حكومة وههتم بالدروس، يعني هدخل دروس واهتم بالدروس. انتوا فاهمين قصدي؟ فكده كده واتخصص حكومة بتودي دروس، فما دام كده كده هودي دروس يبقى خليهم في الحكومة زي ما هم. اكتبوا لي بقى وقولوا لي بقى، تربية البنات صعبة ولا تربية الصبيان هي اللي صعبة؟ مين اللي بالنسبة لك أصعب، ولا الاتنين أنيل؟ ولا الاتنين انيل من بعض؟ فقولوا لي انا اللي اصعب. انا بالنسبه لي تربيه البنات صعبه جدا جدا جدا، عنيديين ورخمين وتبتين وبيغلسوا وما بيبطلوش مطالب. صبيان ممكن تشتكي منهم شقاوه، يعني هما مثلا اشقياء. لكن بصراحه مش عنيديين وما لا مش زي تربية البنت انا شايفة تربيتها صعبة قوي. تربية الولد يعني راح ولا جه اسمه ولد، فبيبقى ايه الدنيا الدنيا احسن معاه. انت اكتبي لي وقولي لي تربية بنتك اصعب ولا تربية ابنك. وما تنسيش الاشتراك وما تنسيش اللايك. على فكرة انا كل فيديوهاتي ولا بقول لايك ولا بقول اشتراك اني بنسى اصلا. ف... فبالله عليكي ما تطلعي من الفيديو غير لما تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك، مش هتخسري اي حاجة اكتر من ان انت جبرتي بخاطري. ايه بقى اللي خلاهم بقى ينقلوه بقى، يعني ينقلوه من هو في كيجي عندهم في الحكومة ينقلوه مدرسة حكومة تانية؟ يعني ليه مثلا مش هو مسجل المفروض في المدرسة فيكمل معاهم بقى ابتدائي وكده هوت؟ مش عارفة، لو في حد وقع مع الحوار دوت يقول لي عليه. المهم كنت هقول لكم ايه، فانتي لو انتي مش في مقدرتك تدخلي خاصة ما تدخليش، ما تحسبيش ولا على نفسك ولا على جوزك. واقول لكم بقى في الاخر، طب والله العظيم في الاخر ان انتي آه بيروحوا شهرين وبيقعدوا لك بقيه السنه. ده مش هما العلم من مزاجهم، ده هما المدرسه ما بتديش اي حاجه، اول بس بيهتموا كده باول شهرين في الدراسه، وبعد كده هو يقوم معادنك ويقول لك ايه ادي دروس، كملي بقى دروس. فتلاقي العيل بقى ماشي بقى بالورق على طول، بالملازم وبالدروس وكده هوت، وفي الاخر ما بيروحش مدرسه. يعني تلاقي نفسك مثلا بتدفعي لك 15,000 جنيه مدرسه خاصه، ها، وانتي عماله تدي دروس اصلا اكتر من 10,000 جنيه في السنه. انت فاهمين قصدي؟ فما دام كده كده دروس، يعني كده كده مدرسه خاصه مدرسه حكومه هتدي دروس، يبقى خلاص، يبقى خليكي في المدرسه الحكومه. فانا بقى هودي ابني دوت مدرسه حكومه ان شاء الله اكمل له فيها واديله دروس بره، فيبقى انا كده هو اشتغلت عليه. ده مش معنى كده ان انا بنتي في مدرسه خاصه فبديها ما بدهاش دروس، لا بتاخد دروس برضو. بس طب وليه انا اضغط على نفسي ده كله؟ لو رجع بيا الوقت ورجع بيا الزمان انا بصراحه انا بصراحه لو رجع بيا الوقت عمري ما هدي عمري ما اودي مدرسه خاصه تاني. انا اودي مدرسه حكومه، بس تكون مدرسه مثلا ايه الاولى على المكان اللي انا فيه. المدرسه برضو تكون مستواه برضو كويس، ما في حكومه مستواه بيبقى قليل قوي وصعب قوي تتعاملي مع. فزي ما قلت لكم كده اهوت، فانتي عندك عندك حد في مدرسه حكومه ما تنقلوش في خاصه. المهم بنتي بقى قلت لكم في كيجي لحد تانية اعدادي، ماشي. لحد طالعه تانية اعدادي انا جيت في سته ابتدائي حبيت اعمل لها زيها زي اخوها عشان حتى ما ابقاش ظلم. اقوم طالعه من سته ابتدائي ادخلها حكومه. البت انهيار، عياط، لا انا عايزه زمايلي، انا عايزه البنات صحابي، انا عايزه مدرستي، انا واخده على المدرسين بتوعي، والبنت مبهدل يعني مبهدله الدنيا، لا مش عايزه تتنقل. انا مش هذاكر، انا مش وعيوب بقى وكده هو. طب طب انا مثلا مش قادره، وكل مدى المصاريف بتزيد اكتر اكتر. يعني انا فاكره نهار اخوها كان اول ما دخل كده هو كانت 5000 جنيه في السنه. دلوقتي المصاريف عماله تزيد جامد قوي.
فاللي هو طب وانا اجيب لك منين يا بنتي مش عارفه ايه، لا. فعايزه اقول لكم مش عارفه انقلها، عايزه انقلها من المدرسه الخاصه ادخلها مدرسه حكومه، مش عارفه. فطبعا عشان انا مش عارفه انقلها، يعني كان نفسي بصراحه اكمل معاها لحد 6 ابتدائي وانقلها زي اخوها، واخد اخوها الصغير واقوم مدخلاه بصراحه الخاصه وبرده 6 ابتدائي، يعني يبقوا كلهم زي بعض، ما بقاش ظلمت عيل وعملت عيل. فطبعا البنت مش عايزه تطلع خالص من المدرسه ورافضه خالص وعياط وانهيارات وحاجه نيله. فانا دلوقتي ايه، هضطر ان انا طبعا خلاص هخليها تكمل، هعمل ايه؟ اخوها بقى اللي هو في 6، اللي هو في KG، ده بقى دخلته حكومه. وبعد ما دخلته حكومه KG، فهكمله في نفس المدرسه اولى ابتدائي. جيت ادفع المصروفات بتاعته عشان اعمل له دوسيه ادخله اولى ابتدائي، لقيتهم بيكتبوا لي اسم مدرسه تانية. وليه بقى في حد عمل معاه كده اهوت؟ يعني مش المفروض الولد دوت متسجل في المدرسه الحكومه ديت؟ ايه اللي بيخليهم بقى من فانا قلت اقول لكم نصيحه لوجه الله. انا في موضوع ان انت معكيش وظروفك مش سامحه ان انت تودي عيالك خاصه، ما تغصبيش على جوزك ولا تغصبي على نفسك. هتقولي انا داخله جمعيه اصلا انا مدبره اموري، لا انا هعرف اظبط اموري. تعرفي تظبطي امورك سنه سنتين مش هتعرفي تكملي، مش هتعرفي تكملي، وساعتها هتبقي ظلمتي ابنك لما تطلعيه من الحكومه على الخاصه. انا بقول لكم اهو، انا بنتي من ساعه ما هي في الكيجي وهي في الخاصه. يعني انا حكيت لكم على حوار ابني بقى بعد ما كان في كيجي لحد 6 ابتدائي كان في خاصه، وجيت دخلته اعدادي، قعد سنه بحالها اولى اعدادي بيعاني ان هو مش عارف يكمل. دلوقتي خلاص بقى هو اتعود بقى وخلاص دخل حكومه، واولى ثانوي دخل حكومه وخلاص هو اتعود. تعالي بقى للبنت، من ساعه ما كانت في كيجي وهي في الايه، وهي في الخاصة لحد دلوقتي طالعة تانية اعدادي وهي في الخاصة. حبيت ان انا اعمل فيها زي ما عملت في اخوها، تخلص 6 ابتدائي واقوم مطلعاها ومدخلاها اولى اعدادي في مدرسة حكومة. مش دي بقى رافضة. يعني التاني ما كانش يا عيني، تحسوا برضو العيل الكبير ده والله العظيم غلبان، او اقسم بالله تحسوا الكبير ده غلبان. يعني ملوش كلمه، ملوش راي، ملوش اي حاجه، بيسيبك انت بتتصرفي له زي ما انت عايزه. ففعلا ما كانش ليه راي يا عيني، اللي احنا نقوله كان يوافق عليه. هي بقى لا، اللي يقول لي تربيه البنات اسهل ولا تربيه الصبيان اسهل، لا اقول لك تربيه البنات صعبه جدا، اقسم بالله تربيه البنات صعبه جدا. تربيه الصبيان لا سهله. انا معايا ولدين ربنا يحفظهم لي، ومعايا بنت ربنا يحفظها لي ويحفظ لكم اولادكم، ما تشوفوش فيهم اي شر. فلا تربيه البنات صعبه جدا وعنيديين جدا ودماغهم ناشفه وما بيبطلوش مطالب وما بيطردوش من اقل حاجه. اللي بنته كده هو يكتب لي يقول لي فعلا البنت. طبعا انا مش بقول لكم الكلام دوت عشان اخوفكم من الحكومه، طبعا في كل حته فيها الحلو وفيها الوحش. بس ايه، بس انا قصدي خلي العيل، لو انت مش في مقدرتك ان انت تودي خاصه، خلي العيل يبدا من الاول يخش حكومه. ما تدخلهوش من خاصه ويبقى هو متعود على رتم معين وعلى اسلوب معين وطريقه معينه، وتروحي توديه من الجنه للنور تروحي توديه حكومه. اوعي تعملي الغلطه ديت. فانا لما رحت نقلت فضل الواد في اولى اعدادي وهو في سنه اولى اعدادي، اول سنه يا ماما المستر بيشتم شتايم مش كويس، يا ماما العيال ما اعرفش بيجيبوا معاهم ايه وهم جايين، يا ماما اصل ما اعرفش. الواد قعد سنه يعاني في المدرسه، انا نفسي كانت نفسيتي زفت، وخلاص مش هينفع انقله خاصه تاني خلاص بقى. وانا قلت لكم الضغط كان عليا كتير ان كانوا الاتنين عندي في خاصه. فرحت ايه، طبعا هو بيعاني وانا طبعا بيجي يحكي لي فبعاني معاه، كل شويه شكوى كل شويه شكوى، لا من العيال لا اما من المدرسين نفسهم. المهم ايه، قعد اولى اعدادي دي اول سنه، قعد فتره طويله لحد لما اتعود على المدرسه وبدا ياخد عليها وبدا ما يشتكيش وبدا فاهمني قصدي. ف ف فيعني الموضوع خد معايا فترة طويلة جدا، لحد سنة بحالها، لحد ما بدأ يعني ايه يتعود على الموضوع. فلو انت مش في مقدرتك تدخلي خاصة، ما تغصبيش على نفسك، ما تقوليش انا هعرف اتصرف. ما انت لو عرفتي تتصرفي اول سنة تاني سنة مش هتعرفي تتصرفي بقية السنين، هتبقي ظلمتي نفسك وظلمتي ابنك او بنتك لو نقلتي من خاصة لحكومة.
فانت من الاول كده انا ما قدرتي واحد اتنين تلاته، يبقى امشي على الريتم اخد ابني واقوم مدخلاه حكومه من الاول. انا الحمد لله الدنيا تمام